السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: تفاصيل مسابقة توظيف أكثر من 22 ألف عون شرطة. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن افتتاح مسابقة توظيف وتكوين أكثر من 22 ألف عون شرطة ذكور وإناث عن طريق الاختبارات بعنوان سنة 2025، أين يخضع المشاركون لشروط القانونية المحددة ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني. والأمر الذي يميز مسابقة التوظيف لهذه المرة أن الأمن الوطني قرر استثناء رفع شرط السن ل27 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة. وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني لهذه المسابقة 22,186 منصب مالي تم توزيعه بين 19,186 للذكور و3,000 منصب للإناث، على أن تكون المسابقة ذات طابع. وأشارت المديرية أن المسابقة تكون على أساس الاختبارات، ويتراوح سن المترشحين ما بين 19 سنة على الأقل و27 سنة على الأكثر، كما يكون متحصل على مستوى الثالث ثانوي كاملة. ومن شروط المسابقة الحيازة على الجنسية الجزائرية الأصلية، والتمتع بالحقوق المدنية، السيرة والأخلاق الحسنة، وأن يكونوا قادرين بعد فحص طبي على العمل ليلا ونهارا، وألا تقل قامتهم عن 1 متر و70 سنتيمتر بالنسبة للذكور، و1 متر فاصل 65 للإناث، أن تعادل حدة البصر 15 على 20 بدون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة 7/10، أن ينجحوا في جميع اختبارات الانتقاء ويكونوا في وضعية قانونية اتجاه واجب الخدمة الوطنية أو محبة. ويحتوي ملف الترشح على طلب خطي، نسخة لبطاقة التعريف الوطنية، شهادة أصلية، و4 نسخ للشهادة المدرسية لسنة ثالثة ثانوي كاملة، وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح متوفرة على موقع الإنترنت، شهادة أو بطاقة الإقامة. وتوضع الملفات ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان على مستوى مصالح الشرطة المحلية، ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا قبل بداية التربص التكويني استكمال الملفات الإدارية بنسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء التزامات الخدمة الوطنية أو الإعفاء لأسباب غير طبية، 3 شهادات طبية تتعلق بالطب العام، الأمراض الصدرية، العيون، طبيب أخصائي، شهادة ميلاد رقم 7، شهادة قياس القامة،